بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب رد فعل غير متوقع من ابنتها. كشفت عدد من المواقع اللبنانية إن الأجهزة الأمنية دهمت فندقا في بيروت حيث تقيم الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب خلال أجازتهم في لبنان، وجرى اصطحابهم إلى التحقيق. وبدأ الجمهور بسؤال ابنة شيرين بشكل صادم على فيديو قديم عبر حسابها على تيك توك عن والدتها شيرين عبد الوهاب، وقالوا لها فين ماما، لكنها لم تبدي أي رد فعل. وأكدت مصادر أخرى إن شيرين وحسام ذهبوا للتحقيق بنفسهم بعد استدعائهم ولم يتم اقتحام الفندق، ويأتي هذا التحقيق للاستفسار منهم عن الأسباب اللي دفعتهم لزيارة الفنان فضل شاكر والمطلوب للقضاء في مكان إقامته. وجري الإفراج عن شيرين وزوجها بعد الاستماع إليهم بإشارة قضائية، والبارز في هذا الموضوع إنهم حصلوا على تصريح أمني للدخول للمخيم بحسب مواقع لبنانية محلية. شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شديد على الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين بشأن زيارتها لفضل إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.